السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نزل عندنا باكج ميسي، طبعا ال 110. وباكج ميسي ده يا معلم يمكن من افضل الباكجات اللي هتلاقيها موجوده. وطبعا نسخه ميسي دي اللي هي كان فيها شعر طويل، طبعا يا جدعان النسخه دي اسطوريه، النسخه بليدز. مهمتنا النهارده بسيطه جدا، ان احنا ازاي اصلا نقدر نجيب النسخه دي بطريقه مجانيه من غير ما ندفع جنيه، من غير ما يكون معانا كوينز. لما هي اللعبه اظن اصلا مش منزله كوينز مجانا، مش منزله فتحات مجانيه، انت ازاي هتخلينا نقدر نجيب النسخه دي؟ انت بتضحك علينا سكه. انا لو انا مكانك وبسمع الفيديو ده هقول الراجل ده بيضحك علينا وهعمل له بلوك على طول. ولكن يا صاحبي ممكن تسمع الفيديو معايا للنهايه وانت هتعرف ان انا مش بضحك عليك، ان انا مش ببيع لك كلام، ان انا مش بس عايز احقق مشاهدات. لا، انا ممكن بنزل فيديو كل 30 كل 37 يوم كل شهر يا معلم. ولكن لما اكون متاكد مليون في الميه ان انا هقدر افيدك بالطريقه اللي انا بتكلم عليها، ان انا هقدر اخليك تجيب ميسي او اي لاعب انا بتكلم عليه، ان انا هقدر اخليك تشحن كوينز بطريقه مجانيه. كل ده يا صديقي انا ما بنزلش فيديو الا اما اكون متاكد مليون في الميه ان انا هقدر افيدك. ولكن فطبعا يا صاحبي انا اصلا ما بنزلش فيديو الا لما اكون متاكد 100% ان انا هفيدك وانت هتستفيد قبل ما انا كمان هستفيد. بالمناسبه دي قناتي الجديده، ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه واسمع معايا الفيديو للنهايه. طبعا يا صاحبي نزل عندنا نسخه ميسي الجديده، ونسخه ميسي الجديده دي هي نسخه ميسي الخاصه براس السنه الجديده. وطبعا يا صاحبي باكج اسمه نيو يير 2026، نسخه طبعا اللي كان فيها شعر طويل. اللي هيقول لنا نسخه 2000 وكام دي في الكومنتات هشحن له 550 كوينز بطريقه مجانيه. ولكن اسمع الفيديو، انت اصلا مش هتحتاجني بعد الفيديو ده وهتشحن لنفسك يا معلم. ما تنساش اللايك، ها؟ انا حاسس ان انت ما عملتش لايك. اسمع بقى معايا الفيديو للنهايه وتعالى نتفرج على الباكج. زي ما انت شايف قدامك كده يا صديقي، الباكج متكون من 250 لاعب، وعندنا في الباكج ده لعيبه كتيره جدا. مش بس ميسي نازل بنسخه بيك تايم، عندنا كرويف، عندنا باريس، عندنا روبرتو كارلوس، عندنا طبعا كانتونا، وعندنا لعيبه اصلا قديمه يا معلم، وكمان عندنا بيركامب. طبعا يا جدعان في لعيبه كتيره جدا في الباكج ده. ولكن عايز اقول لك ان انت في ساعات ممكن تحتاج تقفل الباكج اساسا. لو انت هتشحن بفلوس عشان تقفل الباكج فانت هتحتاج كتير جدا جدا. مش بس هتحتاج كوينز، ده انت هتحتاج شد اعصاب يا معلم. تعالى بقى انا اقول لك ازاي تقدر تستفيد من الباكج ده وتقدر تجيب اللعيبه. حتى ممكن اخليك تقفل الباكج ده بدون ما تدفع جنيه في اللعبه. مفيش الكلام ده. هو في الكلام ده؟ لا مفيش. طب انت ازاي هتخلينا نشحن اصلا؟ يعني اللعبه مش عاطينا كوينز، يعني اللعب اصلا مش عايزينها فتحات، انت ازاي هتخليها نشحن؟ تعالى يا صديقي اقول لك ازاي اخليك تشحن مجانا وازاي. بص مبدئيا كده قبل اي كلام عشان بس ما تتعشمش وخلاص، مفيش حاجه اسمها افتح الموقع حط الاي دي خد كوينز، مفيش حاجه اسمها اديني حسابك والكلام ده. انت هتشحن لنفسك وهخليك تشحن يا صاحبي لنفسك بطريقه سهله وبطريقه مجانيه وبطريقه بسيطه جدا. كل المطلوب منك كمل بس الفيديو. لو ما عجبكش الفيديو يا معلم ولما تروح تجرب الطريقه وما تعجبكش وتلاقي ان انا بحور عليك، ارجع اعمل لي بلوك. انا بص اللي بقول لك بنفسي اهو. كل المطلوب منك يا صاحبي انا سايب لك اللينك في الكومنت المثبت، انزل على الكومنت كده هتلاقي لينك برنامج. البرنامج ده عباره عشان بس الناس ما تقولش ان انت بتعمل اعلانات، فانا مش هقول اسم البرنامج. كل المطلوب منك انا هستفيد منك على فكره عشان ما اكدبش عليك، ولكن انت هتستفيد اكتر من ان انا هستفيد. هتخش على البرنامج، هتنزل البرنامج يا صاحبي زي ما انت شايف قدامك كده. عندنا البرنامج اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا البرنامج ده عباره عن مهام. طب يعني ايه عباره عن مهام؟ طب ما انت كده بتخليني اعمل حاجات صعبه. بص يا صاحبي مبدئيا كده مفيش حاجه تعملها سهله وتاخد قدامها حاجه مجانيه. لازم تعمل حاجه صعبه شويه، ولكن هي مش صعبه قوي، لا ده حاجه بسيطه جدا وانت بتلعب كده يا معلم، حاجه اسهل مما تتخيل. انت يا معلم لما بتكون شغال في شركه بتروح تاخد او اي شغل عموما بتاخد مقابل فلوس. دول يا معلم بيدوك نقط مقابل الكلام ده، او مقابل ان انت بتبدا يعني تروج لهم لحاجه او تعمل لهم لحاجه. النقط دي بتقدر تستخدمها عن طريق ان انت لو انت مصري تقدر تاخدها فلوس، او انت في اي دوله تقدر تاخدها على الباي بال، او انت مثلا مش عايزها باي بال ولا فلوس تقدر تاخدها كارت جوجل بلاي. وناس كتير عارفه يعني ايه اقدر اشحن اي لعبه من كارت جوجل بلاي. اسمع معايا يا صاحبي الفيديو وهقول لك ازاي تعمل الكلام ده بالتفصيل حرفيا. طبعا يا صاحبي زي ما انت شايف قدامك كده كل المطلوب منك ان انت هتبدا تجمع نقط. طيب النقط مبدئيا طبعا يا صاحبي انا هشرح لك نقطه نقطه وكل حاجه هشرحها لك بالتفصيل يا صديقي. عندنا البرنامج اللي انت شايفه قدامك ده، اول ما تفتحه يا صاحبي هيجيب لك الواجهه دي وهتضغط على اللوجن فقط. انت كده عملت حساب؟ ايوه انت كده عملت حساب. والله العظيم انت كده عملت حساب يا معلم. طيب عندك اول حاجه، هو اول مهمه معلم بتضغط عليها بواحد نقطه. شوف المطلوب منك ايه.
بتاخد نقطه. هو انا هقعد اخد نقطه بنقطه يا عم وانت هتنقطنا؟ لا يا معلم، انا مش هنقطك ولا هديك نقطه بنقطه والكلام ده. تاني برنامج نقطه، تالت مهمه نقطه، نقطه، كل المهام نقطه. والمهام دي متجدده. وكمان عايز اقول لك حاجه، في ميزه في البرنامج ده، لو انت بعت اللينك بتاعك بتاع الدعوه يا صديقي اللي انت شايفه قدامك ده، زي اللي انت شايفه قدامك ده، وكتبت الكود على موبايل تاني، بتاخد برضو نقط. طب يعني انت كده خلتني جمعت نقط. انت كده هتطني نقطه في نقطه في نقطه في نقطه، انا كده استفدت ايه؟ يعني انا دلوقتي بقت منقط حرفيا. يعني انا دلوقتي معايا نقط وده معاه نقط ونقط ونقط. طب احنا نعمل ايه بالنقط دي لما انا اصلا هجمع نقطه واحده؟ واكيد طبعا عشان اشحن كوينز محتاج نقط كتير جدا. تعالى يا صاحبي، انا هخليك حرفيا تقفل باك وبدون اي تعب نهائي. هتخش على المحفظه اخر واحده تحت كده يا معلم على اليمين، زي ما انت شايف قدامك كده. عندنا العاب كتير جدا، عندنا فري فاير، الناس اللي بتلعب فري فاير عندك ال100 جوهره ب4 نقط فقط، ال210 جوهره ب8 نقط فقط. طبعا الناس دي عارفه الكلام ده. تعالى بقى الاف سي. طبعا يا صاحبي زي ما انت شايف كده اف سي موبايل، فيفا موبايل يا معلم، عندك ال 40 اف سي بتلاتة. ال 40 اف سي دي طبعا زيها زي الكوينز عندنا، بيفتحوها باكجات برضه. ال 100 اف سي باربع نقط. عندك بابجي بقى يا معلم، ال 60 شده باربع نقط، وال 325 شده ب 15 نقطه. عندك يا معلم بقى روبلوكس، وعندك حاجات كتير جدا. واحنا اهم حاجه عندنا والخطوه بتاعتنا هي جوجل بلاي. الدولار واحد باربع نقط، والاتنين دولار بتمن نقط. يعني يا صاحبي كل ما تقدر تجمع نقط اكتر، كل ما تقدر هتاخد دولارات اكتر. طيب انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انا حاليا معيش نقط على الموبايل ده لان انا كنت مصفر الموبايل ده عشان اشرح لك من جديد. انا لو معايا نقط هضغط على الاربع نقط اللي انت شايفهم قدامك دول، وهبدا اشتري كارت. طيب الكارت ده بيجي فين؟ بيجي لو تنزل لفوق كده يا صاحبي، بتضغط على هيستوري اللي انت شايفها قدامك دي، بيجيب لك اول حاجه، بيجيب لك كارت ان انت طلبت كارت جوجل بلاي 1 دولار، وبيجيب لك عليه بيندنج، يعني انتظر قيد المعالجه. اول ما بعدها ممكن نص ساعه، ساعه بالكتير عشان ما اكدبش عليك، ممكن توصل لساعتين، هيقول لك كومبليت. طيب دلوقتي انا خدت كارت جوجل بلاي، اعمل ايه؟ انا هنا صاحبي خلصت مهمتي بصراحه، انا جبت لك حاجه مضمونه مليون في الميه. ولكن انا ممكن اقول لك تعمل ايه. كل المطلوب منك هتروح على جوجل بلاي زي ما انت شايف قدامك كده صديقي. يعني انا هخش معاك على جوجل بلاي، طبعا زي ما انت شايف قدامك كده، هتخش على متجر جوجل بلاي، تمام، وهتضغط على صورتك اللي فوق. بعد كده يا معلم الدفعات والاشتراكات. بعد كده يا معلم استخدام الرمز. بعد كده يا معلم هتحط الرمز اللي انت حطيته واللي انت جبته من البرنامج، وهتضغط على تحصيل القيمة. اول ما تضغط على تحصيل القيمة، انت كده خلاص الفلوس بقت عندك في جوجل. طبعا يا صاحبي هتخش على اللعبة زي ما انت شايف برضو قدامك كده. بعد ما تخش على اللعبة هتضغط انت مثلا حصلت 8 دولار 9 دولار، شوف مثلا هيساوي كام كوينز وهيكون مكتوب قدامك. بعد كده تضغط يا معلم وتبدا تشحن، وهيشحن معاك بكل السهوله. ولكن في معلومه لازم تفهمها، ان انت لازم تكون عامل جوجل بلاي بطريقه صح. لازم تكون عامل جوجل بلاي تكون قلبه امريكي. طبعا دي التركايه اللي انت لازم تكون عارفها. طب ازاي اقلب جوجل بلاي امريكي؟ ابحث في اي مكان على اليوتيوب هتعرف ازاي تقلب جوجل بلاي امريكا. اظن انا كده عملت اللي عليا، وهخليك تجيب ميسي واي لاعب انت محتاجه بطريقه مجانيه. بس المطلوب منك تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل الاشعارات على الكل. اشوفكم في فيديو اخر، سلام.